للي لسه ما يعرفش او ما سمعش الخبر فخليني اقول لك كده بكل بساطه. المخرج مات ريفز مخرج فيلم ذا باتمان كان بيتكلم عن احتمال انضمام باتمان بتاع روبرت باتنسون لعالم الدي سي يو اللي جيمس جان بيشرف عليه، وقال الموضوع ده بيعتمد على اذا كان ده منطقي ولا لا. بمعنى كده ان هو مش رافض الفكره، بس بيقول ان لازم يكون في سبب قوي ومنطقي يخلي روبرت باتنسون يدخل العالم ده، وان الموضوع مش مجرد دمج شخصيات وخلاص. وكمل كلامه وقال ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل، بصراحة مش عارف اقول لكم دلوقتي، فلازم نستنى ونشوف الدنيا هتروح لحد فين. وده معناه ان مش عنده اجابة نهائية دلوقتي، وممكن يكون لسه في مناقشات او قرارات لسه ما اتخذتش بخصوص الموضوع ده. بمعنى تاني كل حاجة لسه مفتوحة ومحدش عارف القرار النهائي. ولكن هنا بعد تصريح المخرج مات ريفز حرفيا الدنيا بتتقلب، خلاص الموضوع بقى واضح وضوح الشمس ان روبرت باتنسون في عالم الدي سي يو. هتقولي لا كلامه مش معناه كده، فخليني اقول لك بكل بساطه مات ريفز مش هيطلع يقول لك لا او بطريقه مباشره، لان بدل في مناقشات بتتم لحد دلوقتي فيعرف ان هو من الاخر كده مش هيقول لك القرار النهائي علشان خاطر اي رد او اي اجابه هيتحاسب عليها. فبعد التصريح ده كمان ده يمكن يكون بيوضح معانا ان فعلا مفيش اصلا مشكله في سكريبت البارت التاني من ذا باتمان، زي ما كانوا بيقولوا قبل كده ان اوقات كان بيكون في مشاكل شخصيه مع مات ريفز، وعلى الجانب التاني يقول لك لا السكريبت لسه مات ريفز ما خلصهوش، فاصلا مش منطقي. زي ما قلت لك قبل كده هو لما بيخترع الذره كان زمانه خلص من زمان، ولكن تاجيل البارت الثاني من ذا باتمان لحد دلوقتي او زي ما بيقال كده ان لسه ما خلصش السكريبت، خليني اقول لك ان ده الباب اللي بيخبوا وراه المفاجاه اللي ممكن يعلنوا عنها في اي وقت، اللي هو بكل بساطه هيجي يقول لك كده والان مع المفاجاه الكبرى خلاص يا جماعه شكرا، عالم ايبي كرام ساجا هو تابع لعالم الدي سي يو، مش هيكون فيه غير باتمان واحد فقط وهو بتاع روبرت باتنسون، وسوبرمان واحد فقط وهو ديفيد كورنيسويل. ولكن انك تشوف اتنين سوبرمان او اتنين باتمان في نفس الوقت حاجه زي دي مش هتمشي نهائيا مع رئيس استوديوهات دي سي جيمس جان. فانا مش عاوز احبطك بصراحه، ولكن خليني اقول لك كده لو انت عندك امل 1% حوالين استكمال عالم ايبي كرام ساجا بعيد عن عالم الدي سي يو، فالموضوع ده هيكون صعب جدا جدا، لان انا بقولها لك من دلوقتي مات ريفز ملهوش قرار. مات ريفز لو رفض ان العالم ده ينضم لعالم الدي سي يو وجيمس جان وبيتر سافران عاوزين يضموه، فمن الاخر كده هيضم العالم ده لعالم الدي سي يو. حتى كمان لو مات ريفز وافق على حاجه زي دي فهو كده كده برضه كان هينضم. فالموضوع واضح وضوح الشمس، والكلام ده انا كنت بتكلم حوالي من يجي 4 او 5 شهور فاتوا، قلت لك ان بشكل كبير جدا ممكن اصلا عالم ايبك كرايم ساجا ده يتلغي، والسيناريو التاني اللي انا شايفه الافضل ممكن ان هو ينضم لعالم الدي سي يو. وفي الفتره دي كان في عوده للمخرج زاك سنايدر مره تانية مع شركه ويرر بروس، وده علشان خاطر يشتغل على مسلسل مشتق من 300، وقلت لك وارد جدا في الحاله دي لو عالم ايبك كرايم ساجا اتلغى او انضم لعالم الدي سي يو يكون مثلا شركه ويرر بروس بتحضر بلان بي، فالمفروض ان عالم ايبك كرام ساجا هو يعتبر كان خطه بي لعالم الدي سي يو، في حال مثلا فشل عالم الدي سي يو على طول شركه ويرر بروس تقول لك مفيش اي حاجه حصلت عادي يا جماعه نكمل زي ما احنا ونكمل على العالم السينمائي التاني وهو بتاع ايبك كرام ساجا. ولكن بما ان دلوقتي العالم ده في يوم من الايام ممكن ينضم لعالم الدي سي يو، فكده نقدر نقول ان مع شركه وينر بروس مفيش بلان بي. من الاخر كده العالم ده لو فشل فجيمس جان مش هيوقف العالم بتاعه فقط، بل كمان خد في الرجلين عالم ايبي كرام ساجا بتاع ذا باتمان. فالموضوع كان واضح في اكتر فعلا من مقابله كان مع جيمس جان او مع اي شخص تاني. وزي ما شفنا كده مؤخرا الفيديو بتاع جيمس جان وهو بيتسال السؤال هل فكرت في الموضوع، هل ناقشته، هل رجعت دمج بتانسون باتمان في عالم الدي سي يو، وجيمس جان وقتها بيرد مش رفض مباشر، قال فكرت في الموضوع، احنا بنفكر في كل حاجه. تصريحات جيمس جان وكمان مات ريفز تحس ان هي فيها لغز شويه، ولكن هو الموضوع بقى واضح. عملت فيديو عن ده وقلت ان الشيء مثير لان جيمس جان ما رفضش الموضوع. بعدها ظهرت تقارير من مصادر زي جيف سنايدر اللي ناس كتيره جدا بتكذبوا حوالين كلامه على السلبيات بتاع فيلم سوبرمان لحد دلوقتي، ولكن ما علينا. وغير كمان المصادر الموثوقه كلهم في النهايه قالوا انهم سمعوا اشاعات من ورا الكواليس ان ورا بروس عاوزين فعلا بتنسون يكون في عالم الدي سي يو. انا عملت بالفعل اكتر من فيديو وللاسف برضو كنت بتهاجم، اللي هو يا جماعه بتحسوني ان انا بالف الاخبار دي من دماغي، انا مش هتكلم على اي خبر او اي تسريب غير لما فعلا بشوفه قدامي، وبرضو في النهايه بيطلع الكلام بتاعي هو اللي بيكون صح. يمكن اخر فيديو تفتكروه لما قلت لما يكون في دخان اكيد هيكون في نار، يعني من الاخر في نقطه معينه لازم تبص وتقول يمكن يكون في حاجه حقيقيه في الاشاعات دي، يمكن يكون الموضوع مش مجرد جيمس جان بيقول انا بحب فكره بتنسون في الدي سي يو، يمكن ديفيد زازليف وورا بروس بيقولوا مش عاوزين باتمان كتير حوالين العالم، فحلو الموضوع بتاع روبرت باتنسون ادمجوا باتنسون لعالم الدي سي يو وخلاص انهوا الموضوع على كده. فكلام مات ريفز برضو على السؤال ده، بص زي ما قلت قبل كده اتكلمت مع جيمس جان عن الموضوع وجيمس جان طبعا اتكلم مع الناس عن كده، ومات ريفز بصراحه فاجئني باجابته لما قال الموضوع كله بيتوقف على اذا كان ده منطقي ولا لا.
فمات ريفز بيكمل كلامه بيقول كده: اللي كان حلو جدا في اللي حصل هو ان كان عندي قصه كنت عاوز اقولها، احنا بنسميها ملحمه الجريمه الكبيره، وده المحور اللي كنت عاوز اركز عليه، وكان مهم جدا بالنسبه لي ان القصه دي تتنفذ بالطريقه اللي انا شايفها. وجيمس جان وبيتر سافران كانوا داعمين جدا ومتفهمين وسايبيننا كده من الاخر نشتغل على الموضوع براحتنا. اما بالنسبه للمستقبل مش قادر اقول لك حاجه دلوقتي، ما عنديش اي فكره حاليا غير اني مركز على تصوير ذا باتمان البارت الثاني وان يطلع عمل مميز جدا، وده اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي. فبكل بساطه مات ريفز لو فعلا كان رافض الفكره نهائيا كان وقت ما اتسال السؤال ده قال لا يا جماعه خلاص الموضوع انتهى والعالم ده هيكمل بعيد عن عالم الدي سي يو لان انا رفضت الفكره. ولكن الواضح لحد دلوقتي ان هو ما رفضش الفكره صراحه يعني، لكنه قال ان هو عاوز يركز على القصه بتاعته وعلى رؤيه باتمان الخاصه بيه. وخد بالك ده بيتماشى مع الكلام اللي قاله جيف سنايدر في اخر بودكاست ان جيمس جان عاوز باتنسون في الدي سي يو، باتنسون عايز يكون جزء منه، لكن مات ريفز هو اللي ما زال مش مقتنع. وفعلا مات ريفز في كلامه بيدي احساس انه مش عاوز حد يتدخل في قصته او يغيرها، وانا شايف ان ده منطقي جدا لو هو عنده رؤيه واضحه لفيلم او ثلاثيه وعاوز يخلصها بنفسه بعيد عن اي ضغوط او تشويش من الدي سي يو. لكنه برضه قال ما اعرفش المستقبل ممكن يجيب ايه، يعني ممكن بعد ما يخلص الثلاثيه بتاعته بتنسون في الدي سي يو. لكن المشكله هنا في الوقت، لو جيمس جان مستعد ينتظر لحد ما مات ريفز يخلص الثلاثيه بتاعته، او لو بتنسون نفسه هيكون لسه متحمس لدور باتمان بعد كده، ودي كلها حاجات لسه محدش يعرفها. في كمان فكره ممكن تتحقق انهم يجيبوا باتنسون في الدي سي يو بس يخلوا باتمان بتاعه منفصل شويه عن عالم مات ريفز، يعني يكون نفس الشخصيه بس ما يركزوش على الاحداث اللي حصلت في الثلاثيه بتاعت ريفز، والثلاثيه نفسها ما تتاثرش باحداث الدي سي يو. وده بصراحه ممكن يحصل، وناس كتير قارنت ده بدير ديفل في مارفل لما يكون في شخصيات واقعيه جدا بتظهر في افلام خياليه لو عاوزين. ولكن السؤال الكبير هنا، هل ده نوع باتمان اللي الناس عاوزاه في الدي سي يو؟ فبالنسبه لفكره باتمان نفسه والخط الزمني بتاعه ممكن يبقى منطقي اكتر ان يكون في باتمان واحد بس متواصل في الاحداث بدل ما يكون في اكتر من باتمان في نفس الوقت. وهل باتمان ده بالشخصيه بتاعته هيتماشى مع العالم ده اكتر؟ اول نظره شفناها لباتمان في الدي سي يو كانت عباره عن شكل عام كده ظل، لكن ما التزموش باظهار البدله بالكامل، فالموضوع فيه تفاصيل كتير محتاجه نقاش حوالين الاتجاه اللي عاوزين يمشوا فيه. لكن في نقطة لازم نتكلم عنها، وهي ان في كلام حوالين فكرة دمج باتنسون في الدي سي يو، وده بيحصل بشكل غير مباشر حاليا زي ما حصل مع فيلم بلو بيتل اللي مش رسميا جزء من الدي سي يو، لكن الممثل والعالم اللي فيه تم ضمهم لعالم الدي سي يو بشكل عام. فممكن نفس الفكرة تحصل مع باتنسون بحيث انهم يعاملوه زي ما عملوا مع بلو بيتل. لكن المفتاح هنا هو ان مات ريفز عاوز يركز على انه يخلص الثلاثية بتاعته الاول قبل ما يفكر يدخل باتمان في عالم الدي سي يو على نطاق اوسع، وده منطقي جدا لانه عاوز ينهي القصه اللي بيحكيها بالشكل اللي هو شايفه من غير تدخلات. ونقطه تانية برضه جيف سنايدر كان بيتكلم حوالين النقطه دي في البودكاست، وقال ان جيمس جان عاده بيكون سريع جدا في انه ينفي الاشاعات او المعلومات الغلط، لكن بالنسبه للموضوع ده لحد دلوقتي جيمس جان ما اتكلمش بشكل صريح، غير انه قال لما اتسال عن الموضوع احنا اتكلمنا ده، لكن كلامه كان مبهم شويه، فده معناه ان في احتمال انه يكون في حاجه بتحصل وبيحاولوا يلاقوا طريقه لتنفيذها. ونقدر نقول في النهايه كده الموضوع كله ممكن يبقى متعلق بفيلم بريفين ذا بول اللي هم شغالين عليه لحد دلوقتي. المشكله بقى دلوقتي هنا، هل لو ضم عالم ايبي كرام ساجا لعالم الدي سي يو المخرج بتاع باتمان هيكمل زي ما هو مات ريفز، ولا في النهايه هيكون هو اندي موشيتي؟ لان ما تنساش ان اندي موشيتي جيمس جان حاطه وحايز ليه الفيلم بتاع باتمان بريفين ذا بول، وبصراحه دي هتكون حاجه سيئه جدا لو حصلت. بس لو سالتني فاحب اقول لك انا من وجهه نظري شايف ان جيمس جان هو مستخدم اندي موشيتي ككارت كده حاطه على جنب، وده علشان خاطر يعمل تمويه يا جماعه في فيلم باتمان بريفين ذا بولد هيتعمل معانا في الدي سي يو. لان بكل بساطه لو جيمس جان ما كانش جاب مخرج كده وقال عليه ان ده لا يخرج فيلم باتمان في الدي سي يو، فالموضوع كان هيبقى واضح وضوح الشمس من البدايه ان باتمان باتنسون هيكون هو باتمان الدي سي يو. فشايف بصراحه لو تم الاعلان بشكل رسمي على ان باتمان باتنسون في الدي سي يو خلاص اندي موشيتي مش هيكون هو مخرج فيلم باتمان، واتمنى بصراحه ان حاجه زي دي تحصل. طيب فكره بقى ان يكون في باتمان داخل عالم الدي سي يو مع وجود باتمان تاني في نفس الوقت بتخلي الدنيا ملخبطه اكتر، وسبب اتكلمت حوالين النقطه دي اكتر من مره قبل كده، يعني ممكن يغيروا البدله شويه او يغيروا العالم اللي حواليه، لكن لسه الموضوع فيه لخبطه كبيره حوالين باتمان في الدي سي يو حاليا ومفيش اي اجابات واضحه، وده بيخلينا اصدق انهم شغالين بشكل مكثف في الكواليس عشان خاطر يحلوا المشكله دي. باتمان شخصيه اساسيه جدا في قائمه شخصيات دي سي، يعني هم ابتدوا بسوبرمان وبعدها بسوبر جيرل وكلاي فيس، بس خلينا صراحه شويه كلاي فيس مش من الشخصيات الصف الاول، حتى سويمب سينج لو جاي مش برضه من الصف الاول. فالسؤال هنا امتى هنشوف باتمان شخصيه صف اول؟ هل هنستنى ذا باتمان البارت الثاني ينزل
ولا هيكون في فيلمين لباتمان شغالين جنب بعض؟ حاليا كل المؤشرات بتقول ان باتنسون هيخش في عالم الدي سي يو، ولكن هل ده هيشتغل كويس؟ محدش عارف، ولو في الاخر ما لقوش طريقه مناسبه فالموضوع مش هيحصل. بس دلوقتي اعتقد ان عقليه استوديوهات دي سي متجهه ناحيه ازاي ندخل باتنسون هنا من غير ما نلخبط ثلاثيه مات ريفز، مع ان انا بصراحه شايف كده ان هم فعلا هيضموا عالم ايبك كرايم ساجا للدي سي يو، وهيقولوا لمات ريفز احنا لنفسك سيب شخصيه باتمان احنا هنتصرف معاها، ولكن هتشتغل معانا في مشاريع تانية زي ما احنا عارفين كده مشروع دايناميك ديو. طيب هنا بقى بمجرد ما يلاقوا الحل هيبقى عندنا باتمان في الدي سي يو، واللي انا شايف بصراحه اول ظهور لشخصيه باتمان بنسبه كبيره جدا هيكون في الفيلم بتاع كلايفيس، لان ما تنساش وقت ما جيمس جان نزل منشور ده عنده كان شخصيه كلايفيس وعلى الجانب الثاني شخصيه باتمان. وسبق قلت لك قبل كده اي منشور بينزله جيمس جان من الاخر بيكون تلميح قوي جدا على حاجه هتحصل في العالم السينمائي الجديد، لانك لو رجعت دلوقتي المنشورات اللي كان بينزلها جيمس جان قبل كده هتلاقي انه معظمها اتحقق بنسبه 100%، والباقي يعتبر لسه جاي في الطريق. طيب السؤال الاهم بقى في الفيديو بتاع النهارده بالكامل، ايه اللي هيحصل لو استوديوهات دي سي بالفعل خدت القرار ودخلت باتنسون في عالم الدي سي يو؟ احب اقول لك استوديوهات دي سي لو عملت كده ده هيكون دليل على انها ما اتعلمتش من اخطاء ورا بروس اللي حصلت منها قبل كده. مات ريفز زي ما احنا عارفين هو قال بالفعل ممكن يكون في دمج ما بين باتمان باتنسون وعالم الدي سي يو، بس هو مركز اكتر دلوقتي على الجزء الثاني من ذا باتمان وعلى حكايه الساجا بتاعته. فدلوقتي انت عندك عالم باتمان ناجح وكمان كسب جوائز مؤخرا، ده حاليا يعتبر المشروع الوحيد اللي ثابت انه بيكسب فلوس، وده لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل مع فيلم سوبرمان. ما تخليش نجاح المشروع يغطي على قراراتك. مات ريفز قال اكتر من مره انه عاوز عالم باتمان يكون حاجه مستقله لوحدها، وبيقولوا ان استوديوهات دي سي بتحاول تقنعه يغير رايه، فانا من وجهه نظري شايف ان هم المفروض يحترموا قراره ويسيبوه يكمل العالم بتاعه. يعني انا في كلا الاحوال مش ضد القرار ده او ضد القرار ده، ولكن انا بتكلم بالمنطق والعقل، الانسب بدل العالم ده مستمر زي ما هو في نجاح سيبه، ده الافضل. لو جينا بقى نتكلم على اخطاء الماضي كمان في سنه 2013، بدل من انهم يخلوا مان اوف ستيل ياخد جزء تاني الاستوديو ضغط على زاك سنايدر علشان خاطر يخطط لفيلم باتمان ضد سوبرمان، وبدل ما يكملوا مع هنري كافيل بشكل صحيح قرروا يختاروا بين افليك في دور باتمان. النتيجه كانت ان عالم الدي سي اي يو بقى زي ما هو، وهنري كافيل كان ضحيه لان الاستوديو استعجل وكان عاوز يلحق مارفل. فبلاش ما تخلوش روبرت باتنسون يعاني من نفس المصير بسبب تدخلاتكم في خطط مات ريفز. وبعيد عن ده كمان مؤخرا بص على فيلم الجوكر 2، الفيلم الاول كان حاجه استثنائيه كانه برك في زجاجه، فاق كل التوقعات وكسر الدنيا حرفيا وجاب مليار دولار مع ان الميزانيه بتاعته كانت اقل من 50 مليون. نهايه الفيلم كانت مفتوحه للتفسير وكان باين انه ممكن يكون فيلم مستقل. تود فيليبس كان مخطط انه يكون فيلم واحد فقط، ولما الاستوديو ضغط عليه ايه اللي حصل في النهايه؟ رد عليهم باسلوبه وعمل الكارثه اللي كانت معانا في الجوكر 2. فالفكره هنا ان الابداع بيجي لما الفنان يبقى مستوحي، ما تجبرهمش يعملوا حاجه مش عاوزينها بسبب الفلوس او حتى تدخلات الاستوديو او جشع الشركات. مات ريفز اصلا عنده رؤيته لعالم باتمان الخاص بيه، ودي سي ستوديوز حطوا خطط لعالمهم من سنتين. فدمج باتنسون في عالم الدي سي يو ممكن يسبب مشاكل كتير، زي انه يخلي الجزء الثالث من ذا باتمان يتاجل او ممكن اصلا ما يتعملش. ولو عالم دي سي يو فشل باتنسون هيلاقي نفسه متورط في فوضى ملهاش اخر. وبصراحه شايف ان مصيره في النهايه هيكون زي الكاست بتاع زاك سنايدر بالتحديد بين افليك او حتى هنري كافيل. فالخلاصه انت عندك حاجه شغاله كويس في عالم دي سي، بدل ما تعتمد على الكسل وتخاطر انك تخرب عالم ناجح زي عالم مات ريفز اللي واقعيته جزء كبير من الجاذبيه بتاعته، ليه ما تحاولش تقدم رؤيه جديده ومختلفه للشخصيه في عالم تاني ويكون عالم الدي سي يو كويس؟ الجمهور مش غبي وعادي جدا يفهم ان في باتمان في عالمين مختلفين. ايوه ممكن يحصل لخبطه في البدايه شويه، ولكن بعد كده الموضوع هيبقى واضح، فاعمل افلام حلوه والجمهور هيجي يتفرج على الاثنين. ففي النهايه مش فارق معايا كلام المديرين او حتى اصحاب القرارات الكبيره في الشركه، لان في الاول وفي الاخر الشركات دايما بتبقى همها على الفلوس. وسبق قلتها لك اكتر من مره قبل كده، ورا بروس بتحب الفلوس مش بتحب حاجه تانية، انك تقدم لي اعمال كويسه وحتى ينفذوا مطالب الجمهور. كانت كارثه من الكوارث حرفيا اللي حصلت معانا في العالم السينمائي القديم، اللي هم كانوا حرفيا بيشمشموا على الفلوس فقط. فمش عارف ليه شايف ان نفس السيناريو بدا يروح في الافق مره تانية. ففي كلا الاحوال هم بالفعل لو خدوا القرار بتاع ضم روبرت باتنسون لعالم الدي سي يو، اتمنى ان هم يكونوا حاطين كل الاحتياطات لعدم فشل عالم الدي سي يو، لان بمجرد ان عالم دي سي اللي شغال عليه جيمس جان يفشل فنقدر نقول وقتها ولا طولنا بلح الشام ولا عنب اليمن. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو.